يا مساء الفل والعسل والجمال، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجرب مع بعض ازاي نربط المتجر بتاعنا مع منصات الافلييت. الفيديو اللي فات احنا ربطناه مع ربطنا ايزي اوردر مع جوجل شيت، ربطنا الاوردرات بتاعتنا تروح اوتوماتيك، خليناها تروح اوتوماتيك على جوجل شيت. النهارده هخليها تروح اوتوماتيك على السيستم الافيليت اللي انت شغال عليه. هناخد مثال على موقع انجزني او افيليت انجزني، وتعالى نشوف ازاي نخلي الاوردرات اللي تيجي على السيستم عندي، بدل بقى ما اجيب مودريتور واحط له الاوردرات على الشيت واقول له مودريتور خش سجل الاوردرات دي من الشيت على على الافيليت بتاع الاكونت بتاعي. انا هربط الدنيا ببعضها بحيث ان الاوردرات تروح بشكل اوتوماتيك. يعني جالي عملت اعلان، جالي عميل سجل الاوردر ده بتاع الشوز دي واشتراه ب 400 جنيه، هيروح لوحده يسجل الاوردر على انجزني ببيانات العميل وبسعر الاوردر الحقيقي اللي انت مزوده، اللي هو فيه هامش ربح ليك، اللي هو مثلا 400 جنيه والجزمه دي كانت عند انجزني 300، فانت كسبان 100 جنيه في هذا الاوردر. فتعالى نعمل ده بشكل اوتوماتيك. نروح على التطبيقات، وفي التطبيقات المثبته هنلاقي انجزني. فاول حاجه هقول له تفعيل الربط مع انجزني، وهتختار الدوله. انجزني شغال في مصر بس، فمفيش غير الدنيا مصر. لكن يعني مثلا لما تيجي تشتغل مع تاجر هتربطه بواحد من الدول. يعني تختار هو انت شغال في تاجر مصر ولا تاجر السعوديه ولا تاجر العراق وهكذا. فانجزني مش شغاله غير في مصر، فخلاص مش هنختار حاجه. وهتحط هنا اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي في انجزني. يعني هنا هتحط اليوزر نيم، الايميل اللي انت مسجل بيه، والباسورد اللي انت مسجل بيه، هتحطهم عشان هي هتخش كانك انت هي وتسجل. يعني ايزي اوردر هتاخد يوزر نيم وباسورد عشان يخش هم على الاكونت بتاعك، كانه هيخش هم بالاكونت بتاعك ويسجلوا هم الاوردرات. فطبعا دي حاجه ظريفه جدا. ده يوزر نيم وباسورد بتوع اكونت بتوعي كانوا موجودين زمان عند انجزني، فتعال نحطهم ونقول له حفظ. تم الحفظ بنجاح. يبقى انا فعلت الربط، اخترت الدوله لو في كذا دوله، حطيت اليوزر نيم والباسورد بتوعي. طيب امال ايه الاوبشن ده يا عم سامر؟ الاوبشن ده بيقول استخدام الشحن الخاص، يعني اسعار، يقصد هنا اسعار الشحن الخاصه بمنصه انجزني. انجزني النهارده عندهم الشحن بكام؟ انا مش عارف. ممكن نقلب كده في الويب سايت نشوف الهوم بيج مثلا، الداشبورد مكتوب فيه اسعار الشحن ولا لا. يعني انا تمام، يعني مش متاكد حاليا اسعار الشحن عندهم كام. شوف كده اتعلم مع انجزني دي ايه ظروفها. طيب anyway، هفترض مثلا ان انجزني، طب دي الهوم بيج يمكن كاتبين فيها اسعار الشحن. ما اعرفش دي حقيقيه ولا لا، ان هي ثابته 50 جنيه. مش متاكد ان دي ابديتد، بس تمام. هفترض جدلا معاك، هنصعب الاوبشن عليك، هصعب اوبشن عليك. والله انجزني جه قال لك ايه؟ الشحن القاهره والجيزه ب 50، واسكندريه والدلتا ب 60، والصعيد ب 80، والمحافظات النائيه ب 90 او ب 100. ما هو انت هتعمل ده ازاي بقى؟ ما انت لازم تظبط ده بشكل اوتوماتيك. انت لما كنت بتستلم الاوردرات عندك على السايت، كنت بتروح مثلا انت قايل ان الاوردر ده ب 400 جنيه شامل الشحن. حلو الكلام، حلو الكلام. طب وبعدين بتقول شوف انت بقى، الاوردر ده راح القاهره هخصم 60 جنيه، يبقى احطه 340. الاوردر ده رايح جيزه هخصم 70 جنيه، يبقى ب 330. الاوردر ده رايح محافظه بعيده شحنها 100، هحط 300 بس مش ب 400، وهكذا. بتشوف كل محافظه شحنها كام وتخصمه من ثمن الاوردر بتاعك، عشان لما يتحط توتال الاوردر اللي انت حاطط قيمته على الشحن، يطلع التوتال بتاعهم الرقم اللي انت قايله للعميل. ما انت قايل للعميل الاوردر ده ب 400 شامل مصاريف الشحن. لو الشحن بتاعه 70 جنيه، يبقى انت هتحط الاوردر بكام؟ الشوز بكام؟ ب 330، عشان 330 زائد 70 يبقى توتال 400. فالاوبشن ده بيقول لك هل انا استخدم اسعار الشحن الخاصه بانجزني ولا تظبطها انت زي ما انت عايز. انا افضل ان هو ايه، نفعل الاوبشن ده. اقول له بص يا باشا،
ظبط انت اسعار الشحن وخصم انت، شوف الشحن كل منطقه كام وظبطها وتعامل. طيب ونتك على حفظ، يبقى احنا كده فعلنا الاثنين اوبشن دول، اخترنا الدوله، حطينا اليوزر نيم والباسورد بتوعنا، وبعدين ابدا استورد منتجات. يعني ايه استورد؟ مش استورد من الصين، استورد يعني يحصل عمليه امبورتنج او استيراد او توريد، زي ما بنسميها نقل للمنتجات من هنا الستور بتاعك. يعني ده عنده منتجات مريله وخوذه اطفال وكرسي سجود ومشده القوه وشداد علوي وشداد مطاطي وباكج 3 شروال ومش عارف ايه وكوتشي. اقدر استورد كل هذه المنتجات؟ نعم، ولكن هناك تكلفه للاستيراد. اقول له كده بدء استيراد المنتجات، هناك تكلفه استيراد المنتج الواحد 3,000,000 دولار. 3,000,000 دولار، يعني الدولار الواحد اقدر استورد بيه 333 منتج. يعني تقريبا لو عايز تنقل كل المنتجات اللي على انجزني تحطها عندك، ممكن تدفع دولار واقل من دولار، which is طبعا حاجه ايه يعني فعلا رخيصه جدا. طيب اهو ادي المنتجات اللي احنا لسه حالا فاتحينها اهي بالظبط، يمكن بنفس الترتيب، وقلت تحميل المزيد فيجيب لي بقيه المنتجات. ادي قميص كارو وادي مش عارف ايه، نفس الكلام. لو انا عملت ايه الصفحه الثانيه هتلاقي اهو قميص كارو اهو، والشورت اهو، والترنج الصفر سمايل، وترنج STWD، هتلاقي نفس الكلام اهو مظبوط، هو بالظبط. طيب فالمنتج اللي انت عايز تستورده استورده. يعني مثلا انا عاجبني كورس السجود ده، هشتغل عليه مثلا، او ده اللي قررت اشتغل عليه، اقول له استيراد. تم استيراد المنتج بنجاح. حلو الكلام. خلي بالك برضو هنا مقسم لك الكاتيجوريز اللي عند انجزني. يعني لو ضغطت هنا على اجهزه المنزل والمطبخ هيطلع لك دول، فيكلز هيطلع لك ده، هوم اند اوفيس هيطلع دول، احذيه نسائي هيطلع ده. يعني خلاص هو ووتش ما عندوش ساعات، باجز عنده دول، من شوز عنده كل دول. فهو هيسحب لك الكاتيجوريز كلها لو انت عايز تسحب كاتيجوريز كلها منتج بمنتج، او عايز تستورد كله زي ما انت عايز. طيب انا كده استوردت منتج اللي هو كورس السجود، ثم لو رحت دلوقتي على المنتجات هتلاقيه موجود. ايه ده؟ مين اللي كريته؟ تم كريته حلوه كريته، تم انشاؤه لوحده. انت عملت له استيراد، هو نزل لوحده. نزل ازاي؟ تعالى نعمل اديت. نزل باسمه، نزل برابط المنتج، نزل بالاس كيو بتاعه اللي هو نفس الاس كيو اللي هنا. تعال كده نرجع على الصفحه الاولى، هتخش كده واهو مش عارف بيظهروا فين الاس كيو هنا، بس تمام ما علينا، يعني مش دي قصتنا دلوقتي. المهم ان هو المنتج تم انشاؤه ومحطوط بالسعر 285 جنيه. طب ايه سعر 285؟ ده السعر اللي محطوط عند انجزني اللي شامل عمولة كام؟ 65. طب انت عايز تبيع ب 285 اتفضل، عايز تبيع بسعر اعلى اتفضل، عايز تبيع بسعر اقل عدل. هو بس جريت لك المنتج، انت بقى عدل اللي انت عايزه. طبعا سحب الديسكريبشن بتاع المنتج اهو، قام سحبه هنا اهو. برضه لو انت عايز تعدل ده تخليه سنترلايز، تحط له بولد، تخليه بحجم معين، تلون، تحط الوان، تحط احمر، تحط اخضر، تحط ازرق، اعمل اللي انت عايزه. حط صور في النص، اعمل بقى اللي انت عايزه. اعمل لاندنج بيج براحتك. صور المنتج برضه هو سحب الصوره دي لوحده لان مفيش غيرها، هي الصوره دي بس اللي موجوده عند انجزني، مفيش غيرها. فهو سحب الصوره اللي انا بس عايز اقفل دول معلش. فهو سحب الصوره اللي عند انجزني. يبقى دلوقتي احنا هنبيع المنتج ده ب 285، عايزين مثلا نظبطها مثلا كان ب 350 ومثلا بقى 285، او نخليها مثلا ب 300 يا عم. هو اصلا لو اتباع ب 285 يبقى فيه 65، زود ده احنا 15 جنيه، يبقى كده انا ليا عموله فيه كام؟ 80 جنيه. يبقى انا لما ابيع المنتج ده ب 300 ليا عموله 80 جنيه، طبعا غير الشحن، لان طبعا 300 جنيه دي لا تتحمل الشحن. لان لو حطيت الشحن مثلا 50 60 جنيه يبقى انا متبقي لي عموله 30 جنيه، طبعا ايه لا تسمن ولا تغني من جوه. خلصنا تعديلات على المنتج. اقول له حفظ، تم تعديل المنتج بنجاح. يبقى دلوقتي انا
لو رحت على كل المنتجات هلاقي المنتج ده اتعمل لوحده. طيب نخش تاني على تعديل، ونروح على الاوبشن اللي اسمه ربط المنتج مع شركات الافيليت. لما هدخل هنا دلوقتي هلاقيه لوحده مفعل لي اوبشن اسمه ايه؟ تفعيل الربط بانجزني، وكود المنتج في شركه الافيليت اهو، والربط مع الافيليت اهو. ما تعدلش هنا اي حاجه، انا بس عايز اوريك ان هو لوحده متفعل، ان هو مربوط مع انجزني. وبالتالي اي حد دلوقتي هيفتح الويب سايت بتاعك، احنا طبعا نسينا نحط للمنتج كاتيجوري، معلش تعال نعدل برضو، هنحطه كاتيجوري، هنحطه مثلا في الترنجات الرجالي وليكن، يعني طبعا اي كلام طبعا، بس يعني عشان نخلص يعني. نعمل ريفرش اهو، كورس السجود ظهر اهو ب 300. طبعا احنا سايبين العمله بتاعه المتجر لحد دلوقتي ريال، هي مش هتعمل ازمه على فكره، بس خلينا نغيرها. من الاعدادات، وننزل هنا نخليها جنيه مصري فقط لا غير، ونقول له حفظ. تمام. طيب نرجع تاني معلش عشان ما نتلخبطش، احنا رجعنا هنا على المنتجات وضفنا المنتج ده في الكاتيجوري عشان يظهر بره على الرئيسيه. فهفترض ان انا عميل، يا رب يا رب يرضى يخليني اعمل اوردر، عشان يعني كان مسخف عليا من شويه. اضغط هنا للشراء، هنشيل ده من الكارت، معلش كان متضاف، هو لسه مسمع بالريال بقى بالجنيه اهو. خلاص عملنا ريفرش. هنسميه كرسي السجود تيست، رقم الجوال مثلا ده، المحافظة مثلا أسوان، العنوان كرسي السجود تيست. يا رب يعمل الطلب، مش راضي يعمل الطلب. طيب هدخل انا من على الموبايل دلوقتي، هعمل الطلب على الموبايل، يعني برضو عشان يبقى انت برضو شايف قدامي اهو، ادي الطلبات، مفيش اوردر اتعمل. او نعمل ريفرش كده من هنا، فين اهي، في هنا اوبشن اسمه ريفرش انه يعمل اعاده تحميل. ده اخر اوردر مطلوب اللي هو تيست شيت ده. طيب هحاول كده اعمل اوردر من على الموبايل، يمكن ان شاء الله يرضى. تاني بقول ده معمول عشان لو حد عمل كذا اوردر من على الجهاز، اوردرات فيك بقى، يقفلها عليه. عمل اوردر 2 3 ماشي، لكن اكتر من كده ايزي اوردر بتقفل عليه، فدي حاجه تحميك فما تقلقش منها. كده انا فتحت الويب سايت، هدخل على كرسي السجود. معلش انا اسف ان انت مش شايف ده، بس هنحاول نعمل من على الموبايل. اضغط هنا للشراء، وخلينا برضو هنا اهو نتاكد ان هو مفيش اوردرات لسه ظهرت اهو. وهنسمي تيست من الموبايل، هنسمي اوردر كده تيست من الموبايل. يلا يا عم. ورقم التليفون 01 تسعات 9 لحد ما نخلص اسوان. وهنسمي العنوان برضو تيست من الموبايل. تمام. هقول له اتمام الطلب، مرضاش برضو. طيب هفتح داتا ونجرب. هنسمي تاني اهو تيست من الموبايل 01 تسعات. يا رب يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. تم انشاء طلبك بنجاح الحمد لله. نعمل ريفرش هنا كده اهو، ظهر اهو تيست من الموبايل اهو. تعالى بقى دلوقتي افتح اكونتي على انجزني ونشوف الاوردر سمع ولا مسمعش. نروح على بسم الله الرحمن الرحيم، نحط التحكم، طلبات، طلب اهو يا باشا، اهو يا باشا، سمع بتاريخ اليوم 31/7. الاوردر بتاع تيست من الموبايل و01 9 معلش هنخش احنا بقى نلغيه عشان ما يحصلش مشكله. احنا طبعا عاملين
ده اوردر تيست، فهلغيه من على الاكونت عشان ما حدش منهم يشتغل عليه على الفاضي. فالخلاصه ان احنا كده خلاص اي اوردر اتعمل دلوقتي من على الويب سايت خلاص من المنتج ده، لان يعني ده المنتج اللي مربوط. يعني دلوقتي لو احنا رحنا على كل المنتجات وفتحنا ترنج الرجال للشورت وقلنا له ربط المنتج مع الافيليت، مش مربوط، لانه اصلا ببساطه المنتج ده مش موجود مع انجزني. لكن المنتج ده فقط اللي هو موجود عند انجزني، اي اوردر هيجي عليه هيتسجل اوتوماتيك على الاكونت بتاعي زي ما انت شايف كده. هيتسجل ب تعال برضو نتاكد من عمولته، معلش اهو يا باشا. احنا سجلنا الاوردر بكام؟ 300 جنيه، عمولتك 65 و15، مظبوط كده. فبكده تقدر انت تريح نفسك خالص وايه، تربط المنتجات كلها اللي عندك بالافيليت، سواء بانجزني سواء بتاجر، نفس الكلام بالظبط. ولكن كده هتريح نفسك من ان انت مش هتجيب حد زي ما شرحت لك يقعد يحط الاوردرات بشكل مانيوال، هي هتروح بشكل اوتوماتيك. اتمنى يكون الشرح واضح. وطبعا طبعا لو عندك اي سؤال لغيني على الواتساب وانا معاك على طول سبورت باستمرار. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.